اما الحين ما تدري متى البرنامج. طبعا البرنامج الناس والليل طيلة الاسبوع الرتم حق البرنامج كل يوم الا اتوقع اليوم الجمعة. كل يوم الا يوم الجمعة. انا يا بهاج موجود فقط يومين، اللي انا اجي يومين بس، انا ما اجي الاسبوع كامل، انا اجي يومين. يعني لا تحسبوني غايب، غياب يعتبر لا، هو زي الدوام. يعني انا اعطيت الرجل الكلمة انا اجي على الوقت اللي انا فيه. ليه بس يومين؟ شو اسمه، انا والله صراحة احب الكاميرات واحب الميكروفون، بس هم قالوا ميدي يومين ونقلع بس، حمد ربك تكفون عطون. هو كان يعني 5 دقائق بس اني كلمتهم تكفون واسطة تكفون يا دخيلكم، قالوا نص ساعة وواسطة في واسطة. قالوا يلا ويوم تمسكت في اليوم. تعرفون ابن آدم طمع وقارقع قال يوم صار يوم. لا والله امزح، لا والله ما لقيت عندهم الا الرحابة الخاطر وسم ولبيه الصدق ينقال. لكن ان انا ظروفي ما تسمح لي مروس، يعني اني اكون اسبوع كامل. فكلمت الرجال قلت ما اقدر والله الا على يومين. قالوا تم يا ابو محمد، الله يبيض وجههم الصدق. يعني امزح ترى، يمكن ما في احد يعرفني، لكني يومين انا معهم لظروفي يعني. ولا هم الله حتى كلموني قال خلى 3 أيام. قلت والله مروس ما احتال والله. قال خلاص يومين. هو انا موجود يومين ان شاء الله. طبعا ذاك اليوم ترى اسمه ترى انا مثل الديزل يا اخوان، اكون معكم صريح. ليه يا ريج؟ ثابت الاثنين. نعم ثابت كل احد، يوم الاحد ويوم الاثنين. سياسة البرنامج اللي ما تشوفون سوالف، ولكن انا ترى ما اتعود بسرعة. يعني يبي لي شوي تقريبا. يمكن ادق 3 حلقات 4 حلقات وانا يا عيال والله العظيم اني اسج اني في برنامج اسج. ذاك اليوم مودي كان ماشي، اخت ناصر بن شايع الله يرحمها ويبيح منها، جعل ربي يرحمها رحمة الابرار واموات المسلمين. ما دريت انها توفت الا يوم قدني في القناة. لو جيه سالم وقعقوري اختلفت يا ولد. كنا موجودين في الخيمة، بعدين طلعنا فاصل ورحت انا للعيال عمي كانوا معي في القناة. يوم جيت الا وجه سالم اسود ووجه قعقوري ويحاولون ينحشون مني، يعني ما يبوني ادري. فحشرتهم انا علموني. ما ادري وش اسوي يعني. وكلمتهم قلت يا رب انا بنت عمي توفت، لكن لا تطلعونها على الشاشة. اقول انا ميد، قلت الخبر لا يطلع على الشاشة. قالوا خلاص. دخلت يا ولد طاح. وكنت اسج انا فيني اني انسى اني على الهواء، انسى اني في بث مباشر على الهواء في قناة رسمية. فكنت اسولف في سالفة رجل مكافح ارحب ناصر السويدي صديقي ناصر ارحب. فكنت يعني اصدق اكذب اصدق يعني اسج. فكنت اسولف بسالفة. المهم وانا اسولف بالسالفة شوي قلت انا يعني وانا اسولف كان في مصري موجود مخرج. قلت انا المخرج ذا المصري حي من الحي. المصري يوم دق المصري وانا اسولف وهو هو منبسط اني انا قاعد اسولف. ويوم قلت المصري ذا حي ما مات، اشر بيده كذا يشتغل الكاميرا. فطالع انا قلت بث الرجال سعد الخنفري سلطان الهميلي مات. فطس ضحك. انا طالع يا سلطان واحنا على البث. يا ولد انت ايش فيك كذا؟ يعني المخرج يدي يمسكني على جنب. انت فيك شيء؟ انت بهاج يعني فيك شيء؟ انت لا في تعال يمسك المخرج على جنب. بس انه قبلني المخرج اول مره واجهني
بهاج والله العظيم مدري ويش ظهورك على الشاشة زين، ويسلك لي أتوقع. قلت يا معليش والله معليش، حطوا علموني ولا قبلها. فأنا يعني أطالع إن الخنفري فطس ضحك، مات ضحك مني يطالع فيني. بس لو إني ما قلت المصري هذا حي ما مات، يعني هذا اللي بيزعلي إني أنا قلت المصري. عنو انشدوه يا ريجين، كانكم تقولون إني تذوب، اسألوا المصري. قال المصري اي والله. والله قناة المجد إضافة جميلة جدا، وأتشرف بالعمل فيها صراحة. فيبي أعطوني فترة، بس أعطوني فترة عقبها